كريستال. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا بقى شوفوا القمر ده بنص فرخة بس. هنجيب نص فرخة وهنخليها من العظم بتاعها. هي اول مرة بتبقى صعبة بس بعد كده هتتعوزي عليها سهلة جدا. اهم حاجة وانت بتخلي العظم بتاعها ما تجيش جنب الجلد خالص، يعني اهم حاجة يبقى يعني زي ما هو ما يتقطعش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بجد مبسوطه جدا بالكلامكم الحلو، بتشجعوني بالكلام الجميل كده، القمر اللي شبهكم، وفرحانه جدا بيه. وربنا يكرمكم كلكم كده ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. هي سهله جدا بس هي اول مره، بس هتبقى يعني هتتعلمي فيها وبعد كده هتبقى سهله معاكي. بس كده هتشيلي العظم واحده واحده. بصوا انا بخليها ازاي. بس بعد كده بفردها وبجيب كيسة وبلقها كده اهو. اهم حاجة الجلد يا جماعة. هو في قطع فراخ كده بتطلع من الصدر، بتطلع معاكم فبتحطيها على جنب. بنجيب بقى الحشوة، بصلاية وطماطماية كبار، وفلفل، معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ومعلقة خل، ومعلقة كاتشب، وبهارات فراخ بس. وبنحطها كده وبنسيبها في التلاجة نص ساعة عشان تشرب التتبيلة. بعد كده هنجيب حلة نحط فيها معلقة زيت، معلقة سمنة، والقطع الفراخ اللي طلعت من نص الفرخة هنحطها نشوحها على النار بمعلقة فلفل اسود ومعلقة ملح ومعلقة بهارات فراخ. هننزل بالرز البسمتي. انا عملت كوباية ونص وحطيت عليها معلقة كوباية ونص برضو مية، مزودتش المية عشان انا مش عايزة اسوي الرز ده قوي عشان هكمل سواه في الفرن. بعد كده هجيب نص الفرخة اطلعها من التلاجة تكون شربت التتبيلة، واحط فيها الرز البسمتي. لو عندك لو ما عندكش رز بسمتي عادي ممكن اي رز تاني. بس كده وهنحطها في نص الفرخة وهنحشيها كده ونلفها. سهلة جدا بس اهم حاجة الجلد يا جماعة. ودي معلقة كاتشب عليها معلقة فلفل وملح، وحطيتها على الفرخة من بره. بس كده حطيتها في الفرن. سهلة جدا. هي اول مرة بس وانتي بتخليها هتبقى صعبة معاكي بس بعد كده يعني هتتعودي. بجد شكرا ليكم كلكم على الدعم الحلو دوت وكل كلمة حلوة. ربنا يا رب يخليكم ليا، وبجد مبسوطة جدا بيكم.